كل ذنبه انه ممكن يكون كان جعان او خايف او حتى مريض، فقرروا علشان يسكتوه قطعوا لسانه. زقزوق كلب بلدي، كلب من كلاب الشارع، في اونر جميله كانت بتاكله كل يوم. غاب تقريبا اسبوع. في الاسبوع الثاني جه زقزوق وكان شكله غريب جدا. اول ما شافها اترمى في حضنها على طول، اخدته وجريت بيه علينا. زقزوق مقطوع لسانه، مقطوع بآلة تقريبا كانت تلمة، بس للاسف ان في جزء من اللسان لسه موجود، عامل غرغرينه وريحه بشعه، عمل له توكسيميا، دخله في مشاكل كبيره جدا. طبعا دخل طوارئ على طول، دخل الجراحه وعملنا له العمليه، وبفضل الله اولا واخيرا زقزوق عاش وبقى كويس والحمد لله تعافى معافاه تامه. دورنا على السبب، هل ممكن يكون فيرال او بكتيريا او حاجه تعمل كده؟ استحاله، ده مقطوع وبآلة تلمة، بس مين هيجيله الجرأة انه يعمل كده؟ زقزوق علشان صغنون وعلشان شقي، بعض من الناس كان مضايقهم الموضوع، ظنا منهم انه كده خلاص هو هينتهي. ليه العنف الغير مبرر؟ اللي عنده كلب او قطه في الشارع سهل جدا انه يتعقم، سهل جدا ان هو يتطعم، الموضوع ابسط مما تتخيلوا. زقزوق انا شفته مفيش اي خوف على اطفال او كبار منه. ليه اللي حصل له ده؟